المنتخب السوري بادئ بنشاط. هذه محاولة، كرة وصل فيها لمنطقة الجزاء. يا له من خطأ، يا له من خطأ، يا له من فاول يكسبه اللاعب محمد السلخادي. محمد يختار منطقة الجزاء، ها هو على مشارف القوس يسقط، وهذا الفاول الذي ارتكبه المدافع أسامة حدادي. هل ستستغل بطريقة مثالية؟ كرة ثابتة، ننتظر وإياكم كيف ستستغل. كرة على المرمى، الله لصورة القاسيون فعل خريبين. يعلم ما شاهدناه المنتخب السوري طبعا، يعني لو حقق التعادل هذا أمر جيد، لكن قد يحقق ما هو أكثر من التعادل، من يدري، لأن المنتخب التونسي سيطرته كانت واضحة ومحاولاته أكثر ووصوله للمرمى أيضا، لكن دون نهايات إيجابية. بينما هذا تسرع. هاو إسماعيل يهيئ، يا سلام، اللمسة الجميلة من إسماعيل والتسديدة القوية والتصدي الرائع من شاهر في التمرير من عمر. بالمناسبة مسألة العودة إلى اللعب النظيف لتحديد المتأهل أصبحت غير موجودة. إذا حصل تعادل في كل الأمور يعود إلى التصنيف بعد التعادل بالمواجهة المباشرة بفارق الأهداف، بمن سجل أهدافا أكثر ما بيرجعوش للعب النظيف، صاروا حيرجعوا إلى من تصنيفه أفضل. هذه من الأشياء الجديدة أيضا في البطولة. تعود الكرة، تصل من جديد بالكعب. الهجمة المرتدة الدقيقة السادسة، نلعب في ثوانيها، وهذه محاولة. شوف واستريث وهذا اللاعب الرائع محمد السلخادي، ويكسب ركنية. بفكر إسماعيل ماذا يفعل، بيلعبها إلى معتز النفاثي، والوقت الذي أضافه الحكم. شهيب جبالي يحول كرة، هذا معلول يلعب الركنية والحكم يقول لا، لا يقول شيء، كرة لم تخرج. يقطع الدفاع وتشتت. تعود الكرة، باقي مباراة سيئة ولكنه لم يكن موفقا في التسجيل، وبالنهاية دفع الثمن. حتى الهدف جاء في بداية الشوط الثاني، وكان هناك متسع من الوقت للتوانسة من أجل العودة فتفاجئوا، ولكن هذه هي كرة القدم مرة أخرى. 3 نقاط لسوريا، لا شيء لتونس. ما زال هناك مباراتين لكل منتخب في المجموعة الأولى.